لو قلت لك إن الخرايط القديمة كانت بتقول إن في جبل مغناطيسي في نص الأرض وفي القطب الشمالي، طب ليه الخرايط الحديثة ما قالوش وجوده؟ وليه محدش مسموح يقرب من هناك؟ اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. من زمان رسام خرايط اسمه جيراردو ميركاتور رسم خريطة غريبة جدا اسمها سبيتن ترونيوم تراريوم. قال إن القطب الشمالي متقسم ل4 جزر وفي نصهم جبل أسود كبير اسمه روبس نجرا، جبل بيجذب الحديد وبيسحب المية من 4 أنهار بتدور حواليه. قال إن أي سفينة تقرب منه بتتسحب وبتختفي في الدوامة للأبد. كل الشعوب القديمة اتكلمت عن نفس الجبل. الهندوس سموه جبل ميرو، والبوذيين سموه سميرو، والعرب قالوا عليه جبل قاف اللي بيحيط بالأرض من كل ناحية. لكن فجأة كل الخرايط اللي كانت بتتكلم عنه اختفت، والكتاب الوحيد اللي وصف تضاريس القطب الشمالي والكائنات اللي عايشة هناك اختفى هو كمان. النهاردة أمريكا وروسيا بيتخانقوا على القطب الشمالي. بوتين بنفسه قال إنه هيحمي مصالحه هناك بأقصى درجة ممكنة. بس ليه كل ده؟ هل بيحاولوا يخبوا عننا حاجة هم بس اللي عارفينها؟ قول لي انت بقى، هل الجبل ده أسطورة فعلا ولا هو السر اللي ورا كل الحروب في القطب؟ اكتب رأيك في الكومنتات.